مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمسهل بالعناوين. إريتريا تشارك في المنتدى الدولي للتنوع الإحيائي. دعوة لتضافر الجهود لمكافحة الحوادث المرورية. مساهمة المهنيين الزراعيين في الأنشطة التنموية. تنظيم الدولة يتبنى هجوما أودى بحياة 9 عناصر من قوات الأمن العراقية. مناورات بحرية روسية صينية لمدة أسبوع للحفاظ على الاستقرار. الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية. السلام عليكم ورحمة الله. تشارك إريتريا في المنتدى الدولي ال15 للتنوع الإحيائي المنعقد في مونتريال الكندية من 7 حتى 19 من ديسمبر. يمثل إريتريا في المنتدى الأممي المنعقد تحت شعار الحضارة الإيكولوجية بناء المستقبل المشترك لجميع المخلوقات بمشاركة ممثلين من 192 دولة ومنظمة يمثلها مدير قسم التنوع الإحيائي في وزارة الأراضي والمياه والبيئة السيد ستيفانوس بين، وقنصل إريتريا في كندا السيد ساميئيل عقبو. وأوضح وفد إريتريا قيام إريتريا بخطوات بناءة في الحماية والإحياء والاستخدام الآمن لضمان تحقيق التنوع الإحيائي وإعادة إحياء المدمر، مجددا التأكيد على تعهدات إريتريا في هذا المجال. وذكر بأن إريتريا نفذت في السنوات ال10 الماضية أعمال تنموية أو تنمية الموارد وحماية التربة وحفظ المياه والتشجير وإقامة المحميات بمشاركة شعبية واسعة، ويتواصل العمل بقوة للدفع به قدما. وأصبحت إريتريا التي وقعت الكثير من المعاهدات البيئية عضوا في اتفاقية التنوع الإحيائي عام 1996. دعت شرطة المرور في الإقليم الجنوبي لمساهمة جميع مستخدمي الطرق في احترام قوانين المرور للحد من الحوادث المرورية وأضرارها. وأوضح مسؤول شرطة المرور في الإقليم الجنوبي الرائد تخل برهان يوهنس إن 351 حادثا مروريا وقع عام 2022 أودى بحياة 26 مواطنا وتدمير ممتلكات بقيمة حوالي 6 ملايين نقفة. وقال إن عدم احترام قوانين المرور السبب الرئيسي للوفيات وتدمير الممتلكات، مشيرا إلى الشحن الأعلى فوق قدرات السيارة وعدم استخدام حزام الأمان وعدم الحفاظ على البعد بين السيارات وعدم متابعة أوضاع السيارة من أسباب الحوادث المرورية. وذكر بأن الترادف واستخدام سماعات الأذن من مخالفات الدراجات الهوائية. من جهة أخرى، عقد قائد مركز شرطة مرور مندفر الملازم تسفال الدتولدا ميكائيل سمينارا تنويريا لطلاب المرحلة الثانوية حول القانون والأخلاق، ودعا جميع المواطنين للابتعاد عن مسببات الجريمة، مشددا بأن نجاح مهام الشرطة يكون بتعاون الشعب. وطالب الطلاب لتصحيح الطلاب الذين يظهرون طبائع سيئة بتعاون الشرطة والمدرسة. يساهم المهنيون الزراعيون وأعضاء مؤسسة المواشي والغلال في إقليم الكاشبركة بدور كبير في برامج التنمية. وأوضح مسؤول المشاريع الزراعية في المنطقة الجنوبية الغربية في المؤسسة سيد حيلزقي هابتي أن البرامج التي انطلقت بعدد قليل من المهنيين الزراعيين توسعت وتطورت مع تخرج الكثير من الشباب من الكليات. وذكر وجود حوالي 1000 من القدرات البشرية المؤهلة في مختلف المجالات الزراعية يسهمون في تطور الأعمال بالوسائل العلمية. ويعمل الشباب في مجالات الثروة الحيوانية والبيطرة وعلم النبات ووقاية النباتات والهندسة الزراعية والتنمية المروية. وقال المهنيان الزراعيان العاملان في مشروع كتايا الزراعي سيمون إفريم وكمال عبد القادر إن العمل في المشروع مكنهم من تطبيق الدراسة النظرية عمليا وتطويرها. وأوضح الطبيب البيطري العامل في مشروع علي قدر الزراعي محمد نور أهمية القدرات البشرية المؤهلة في إنجاح حملة تأمين الغذاء، مؤكدا وجود المواشي في وضع جيد بفضل الرعاية البيطرية.
يقوم الطلاب والمعلمون في مديرية قلوج بإقليم الياشبخة بجمع محصول مزارع أسر الشهداء والمحتاجين والمرابطين للدفاع عن الوطن. وأوضح الطلاب والمعلمون بأنهم يقومون بنفير جمع المحصول دون التأثير على الدراسة، معربين عن الارتياح للمشاركة في هذا العمل النبيل. وقال مدير مديرية قلوج السيد سيزر ميكائيل إن النفير الشعبي الواسع الجاري لجمع المحصول يشارك فيه أكثر من 5000 شخص من الطلاب والعمال. وأشار إلى تنظيم نفير مماثل في مشروع قرصة الزراعي بمشاركة 2300 شخص من الطلاب والعمال. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل 9 من أفراد الشرطة العراقية بعد استهداف آلية كانت تقلهم في محافظة كركوك في شمال العراق. وقال التنظيم المتطرف في بيان إن مقاتليه هاجموا دورية للشرطة الاتحادية وفجروا عبوة ناسفة ثم هاجموهم بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية. ويعد هذا من بين الهجمات الأكثر دموية التي شنها التنظيم في الأشهر الأخيرة في العراق، ما يعكس قدرته المتواصلة على إلحاق الضرر. ولا يزال لدى التنظيم نحو 6000 إلى 10,000 مقاتل في العراق وسوريا المجاورة بحسب تقرير لمجلس الأمن الدولي. قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا والصين ستجريان مناورات بحرية مشتركة بين 21 و27 من ديسمبر الجاري. وأضافت أن التدريبات البحرية المشتركة التي تجرى سنويا منذ عام 2012 ستشمل إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية في بحر الصين الشرقي. وتابعت الغرض الرئيسي من المناورات هو تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقالت روسيا إن 4 سفن تابعة لها ستشارك في المناورات بما فيها طراد الصواريخ فارياج، بينما ستشارك 6 سفن صينية إلى جانب طائرات وطائرات هليكوبتر من الجانبين. وبحرت السفن الروسية من ميناء فيلادلفيستيك في أقصى الشرق الروسي للمشاركة في المناورات التي تبدأ الأربعاء وتستمر أسبوع. توصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي لإصلاح سوق الكربون بالتكتل، بما سيخفض بوتيرة أسرع الانبعاثات التي تزيد من درجة حرارة الكوكب ويفرض تكاليف جديدة مرتبطة بثاني أكسيد الكربون عند استخدام الوقود في النقل البري والمباني اعتبارا من عام 2027. ويتطلب سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي نحو 10,000 محطة طاقة ومصنع لشراء تصاريح ثاني أكسيد الكربون، عندما تتسبب هذه المنشآت في إحداث تلوث، وهو نظام مركزي لتلبية هدف الاتحاد الأوروبي لخفض صافي انبعاثاته 55% بحلول عام 2030 مقارنة مع مستويات عام 1990. وبموجب الاتفاق الذي توصل إليه مفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، سيشهد سوق الكربون في الاتحاد بعض الإصلاحات لخفض الانبعاثات 62% مقارنة مع مستويات عام 2005 بحلول عام 2030. توصلت بلدان العالم أجمع إلى اتفاق تاريخي الاثنين في مونتريال للجم تدهور التنوع الحيوي وموارده التي لا غنى عنها للبشرية. وبعد أكثر من 4 سنوات من المفاوضات الصعبة و10 أيام وليلة ماراثون دبلوماسي، توصلت أكثر من 190 دولة إلى اتفاق برعاية الصين رئيسة مؤتمر الأطراف كوب 15 بالرغم من معارضة جمهورية الكونغو الديمقراطية. وترمي معاهدة السلام مع الطبيعة المعروفة رسميا باسم اتفاق كومينينغ مونتريال إلى حماية الأراضي والمحيطات والأصناف من التلوث والتدهور والأزمة المناخية. واتفقت البلدان خصوصا على خارطة طريق تضم في جملة أهدافها حماية 30% من الكوكب بحلول عام 2030 وتخصيص 30 مليار دولار من المساعدات السنوية للبلدان النامية في جهودها لصون الطبيعة. وفي مسعى إلى حل المسألة المالية التي ما زالت محط جدل بين بلدان الشمال والجنوب، اقترحت الصين أن تصل المساعدة الدولية السنوية المخصصة للتنوع البيولوجي إلى 20 مليار دولار على الأقل.
ختاما سادتي لنشرة الأخبار أعود فأذكر بعناوينها. إريتريا تشارك في المنتدى الدولي للتنوع الإحيائي. دعوة لتضافر الجهود لمكافحة الحوادث المرورية. مساهمة المهنيين الزراعيين في الأنشطة التنموية. تنظيم الدولة يتبنى هجوما أودى بحياة 9 من عناصر قوات الأمن العراقية. مناورات بحرية روسية صينية لمدة أسبوع للحفاظ على الاستقرار. الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.